الراعي الرسمي في أي بيت مصري النهارده هو شوربة العدس. أي أم مصرية أول ما بتلاقي أجواء الشتا والبرد اللي إحنا فيها دي بنجري على طول نعمل شوربة العدس. عايزة أقول لِك مفيدة جدًا ومغذية وطعمها ما فيش أحلى من كده. فيالّا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الوصفة على طول. أول حاجة معايا هنا معايا بطاطساية، طماطماية، جزراية، معايا بصلاية، كل ده مقطعاه مكعبات صغيرة، معايا برضه فص كده من التوم، ومعايا كده معلقة كبيرة كده من السمنة البلدي هارفعهم كده على النار مع التشويحة كده والتقليبة المستمرة. وبعد كده معايا معلقة كده فيها فصين من الحبهان، ومعايا طبعًا العدس بتاعي أنا باكون غاسلاه كويس جدًا ومصفياه. بانزل كده بالعدس طبعًا وبادّي لهم برضه تشويحة كده مع بعض. ومعايا هنا ورقتين كده من الورق اللوري، وابدأ أشوّح كل الخضار ده كده مع العدس بتاعي. بادّي لهم تشويحة كده مع بعضهم لغاية كده ما أشم ريحة جميلة. في الوقت ده أنا معايا هنا المَيّة السخنة بتاعتي، ومعايا معلقة صغيرة كده من هريسة الشطة، دي الزيادة كده بتخلّي النكهة بتاعتها حلوة. المَيّة بتاعتنا طبعًا لازم تكون سخنة أول ما ننزل بيها كده على الخضار والعدس بتاعنا. وفي الوقت ده معايا البهارات بتاعتي، البهارات بتاعتي عبارة عن ملح وفلفل أسود، معلقة صغيرة كده من البابريكا، معلقة صغيرة من الكركم، وطبعًا الكمون. بادّي لهم تقليبة كده حلوة مع بعض وباغطّيهم لغاية ما تبدأ تغلي وكل الخضار اللي معايا ده يستوي تمامًا. أول ما بالاقي بقى كده الخضار بتاعي استوى تمامًا، لا إما باخد ده كله بقى في الخلاط باضربه، أو بالهاند بلندر وباضرب كل ده مع بعضه. كل الخضار بقى وكل اللي معانا ده مع بعضه كده بيتضرب، وبعد كده بابدأ أصفّي طبعًا القوام بتاعنا لغاية ما توصل كده للقوام الكريمي بتاعنا والتُقل بتاعها عايزة أقول لِك كانت خطيرة. ريحتها بقى كانت في حتة تانية. أنتم أكيد متأكدين إن شوربة العدس من الحاجات اللي مغذية ومفيدة جدًا لولادنا ولينا كمان، حتى لو حد عنده دور برد بجد حلوة جدًا ليه. قدّميها كده، عايزة تعمليها فتّة، عايزة تسيبيها كده زي ما هي، عايزة تحمّري لها بقى شوية عصفور أو شعرية زي ما بتحبي. أنا بصراحة سِبتها النهارده كده شوية وعصرت كده عليها عصرة الليمون، كنت محمّرة كده شوية عيش وبألف هنا على قلبكم. أنا متأكدة إن تقريبًا نُص الشعب المصري النهارده عامل شوربة عدس. يا رب كده تاكلوها بألف هنا، أشوفكم على خير في وصفات تانية جاية جديدة. ويا ريت لو شايفة المحتوى بتاعنا مفيد يا ريت ما تنسيش تعملي لايك وشير، وأشوفكم على خير في وصفات تانية جاية جديدة.